آه، أشكر جدا الدكتورة مكفولة رئيسة مركز محيط السلام على دعوتها، وكذلك أيضا منظمة التربية والعلوم التربية والثقافة والعلوم دعوتهم لي للمشاركة في هذا الملتقى الهام. حقيقة هذا الموضوع الذي يطرح وتعزيز ريادة المرأة في مجال السلم والتنمية حقيقة هو موضوع جدا مهم، بغض النظر عما إذا كان يتفق مع أهداف الأمم المتحدة أو لا يتفق، لكنه موضوع يهتم، يعني إحنا كدول عربية يهمنا هذا الموضوع موضوع جدا. فالدول العربية أو المنطقة العربية هي منطقة صراع من كافة الاتجاهات، وبالتالي عندما يأتي أو تأتي هذه الدعوة اليوم للمشاركة في هذا الملتقى الهام، أعتقد أنها هي رسالة قوية لكافة مجتمعاتنا العربية ولكافة المسؤولين بأخذ المنحى السلمي في الصراعات، في حل المشاكل والنزاعات، ونبتعد عن أي نوع من أنواع الصراع وأنواع العنف. طبعا أنا سعيدة جدا أن آتي، يعني رغم بعد المسافة والمسافات الطويلة والرحلة، لكن حقيقة التعب كله راح في حسن الاستقبال، التنظيم، الاستعداد لهذا الملتقى بشخصياته أيضا وبمواضيعه وبمحاوره. تناولت حقيقة في ورقة البحثية تعزيز دور النساء في مجالات السلم والعدالة الاجتماعية، وتطرقت أيضا إلى التاريخ أو إلى القواعد الأساسية لبنيان السلام، باعتبار أن جميع الديانات ما فيها طبعا على قمتها الدين الإسلامي ينحو نحو السلام، وكذلك الاتفاقيات سواء كانت الدولية أو الإقليمية. أيضا في ورقتي تناولت قرار مجلس، أنا أقول الآن بشكل سريع، تناولت قرار مجلس الأمن الخاص بالأمن والسلام رقم 1325، وأعتقد الآن معظم الدول العربية، أنا لا أتكلم عن دول أخرى لكن أنا يهمني لأن هذا الموضوع متعلق في المنطقة العربية، وبالتالي يعني يحظى هذا القرار وهذا الموضوع بعناية فائقة من على كافة المستويات، خاصة المستويات الرسمية الحكومية. أطلقت مبادرة هي إنشاء شبكة السلام العربية، والحمد لله يعني تمت الموافقة عليها ومقرها الكويت. أيضا ناشدت أمين عام جامعة الدول العربية سعادة الأمين العام الدكتور أحمد أبو الغيط بوضع استراتيجية للأمن والسلام يتعلق بالمرأة، بما فيها المفاوضات وشبكات الاتصال والعلاقات وفض المنازعات، وإدخال المرأة كعنصر أساسي في مثل هذه المفاوضات. العلاقة أيضا، يعني اسمح لي أتطرق بصورة سريعة إلى العلاقة الكويتية، يعني لا يمكن أن أتحدث الآن ولا أذكر متانة العلاقة بين الكويت وموريتانيا. وكما تعلم أن الكويت هي ثاني دولة اعترفت بالجمهورية الموريتانية، وكان هذا في عام 1969، وكانت أول سفارة كانت سفارة موريتانيا في الكويت في عام 1978، ثم فتحت الكويت سفارتها هنا في عام 1981. فبالتالي العلاقات الكويتية الموريتانية هي علاقات متينة، يعني تمخض عنها عدد كبير من الاتفاقيات على جميع الأصعدة، سواء القضائية أو التعليمية أو الاستثمار في هذه المجالات. أيضا أذكر أيضا الدور فيما يتعلق في المجتمع المدني، في الجمعيات الخيرية وجمعيات الإغاثة، في علاقات قوية مع إخواننا وأخواتنا هنا. أيضا أنا أتكلم أيضا على المستوى الشعبي كما تحدثت عن المستوى الرسمي بصورة سريعة. نتطلع أيضا إلى تقوية هذه العلاقات، ونحن نتحدث عن المرأة، أمر طبيعي أن تكون هناك علاقات أقوى في مجال التعاون فيما يتعلق بالمرأة، الاستفادة من التجارب. الغرض من هذه المؤتمرات هو
العلاقات، تمكين العلاقات، توثيق العلاقات، أيضا الاستفادة من تجارب كل دولة على حسب نظمها السائدة. واعتقد ان هناك تقارب كبير ايضا بين الكويت وبين موريتانيا، وخاصة فيما يتعلق انا سعيدة حقيقة، وهذه اول زيارة لي للجمهورية الموريتانية. سعيدة يعني بطبيعة البلد، والتي تعكس يعني الأهل يعكسون روح السماحة، وهذا أعتقد أيضا صفة تمتاز فيها أيضا، أو يمتاز فيها أيضا أهل الكويت. فإذا في هناك عوامل مشتركة، عوامل رسمية وعوامل شعبية وعوامل نقول معيشية حياتية. المرأة الكويتية اليوم دخلت كافة المجالات، بما فيها المجال القضائي والسلك أيضا الشرطي. فطبعا المحاماة والطب، يعني كافة المجالات، خاصة بعد حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية في عام 2005. الدور اليوم أتطلع على أخواتنا في موريتانيا المزيد من المكاسب التي تتعلق في نفس الوقت هو الحفاظ على الأسرة باعتبارها هي قوام المجتمع، والأخذ فيما يتعلق بحقوق المرأة. وحقوق المرأة لا نستقيها من الغرب، إنما هي موجودة في الشريعة الإسلامية، كفلت المرأة كثير من الحقوق. يمكن المرأة الغربية تحسد المرأة العربية على هذه الحقوق، لأن المرأة العربية المسلمة أعتقد قادرة بأن تشق طريقها قويا، بغض النظر عن الاتفاقيات الدولية التي تنادي أحيانا بأمور تناقض أيضا قيمنا وتقاليدنا ومجتمعاتنا. فأعتقد أن اليوم المرأة العربية عليها دور كبير في المضي برفع نقول برفع السقف في الإعلان عن جميع حقوقها المستبدة أولا من الشريعة الإسلامية، ثم المستبدة من دساتيرنا وقوانيننا المحلية. أكرر أنا شكري، وأكرر أيضا سعادتي بهذا المحفل الكبير المتنوع أيضا في الفكر والثقافات، المتنوع أيضا في البرنامج. يعني اليوم يوم كان طويل، كان يوم شاق عمل، حقيقة كان يوم دسم، لكن أيضا بالوجوه الرحبة من أخواننا وأخواتنا هنا في موريتانيا. هذا العشاء أيضا اليوم في هذا المكان الفسيح في الفضاء مع الفن التراثي الموريتاني. أكرر شكري لكم، يعني نتطلع إلى زيارات متبادلة، أيضا تفعيل أيضا هذه الاتفاقيات فيما يتعلق بالكويت وموريتانيا يكون أيضا أكثر، خاصة في مجال المرأة. شكرا لكم.